المرجو النقر على زر الاشتراك ليصلك جديد القناة. السلام عليكم. اليوم جبت لكم منتوج سيتافيل تنظيف ترطيب البشرة الجافة، وما جبتش لكم اي وصفات طبيعيه، حيت هذا الفيديو درتو للبنات اللي ما تيبغيوش الوصفات الطبيعيه او البنات اللي ما عندهمش الوقت الوصفات، او ممكن يكونوا تيعكزوا يديروهم وبغاو نتيجه سريعه بلا مجهود. كيف ما كنعرفوا البشره الجافه بشره رقيقه وحساسه وما خصناش نغسلوها بالماء بزاف، واللي البشره ديالها جافه خاصها ما تستعملش الصابون حيت فيه مواد كتزيد من الجفاف ديال البشره، الشيء اللي كيخلي التجاعيد تبان بسرعه فيها. هذا الشيء علاش البشره الجافه كتحتاج للترطيب بزاف وكتحتاج ترطيب يوميا. المنتوج اللي غنهضروا عليه اليوم هو سيتافيل غسول وسيتافيل كريم مرطب. بالنسبه لغسول سيتافيل كنعتبره احسن منظف للبشره الجافه، كينظف الوجه من غير ما ينشفو، كيعطي نعومه للبشره. وكريم سيتافيل تيرطب البشره وتيخليها ناعمه جدا وما تيسدش المسام ديال الجلد، وما فيش اي مواد عطريه وما فيش البارابين. ممكن تستعمليه اكثر من مره في اليوم الا بغيتي. غسول سيتافيل طريقه الاستعمال ديالو: غسول سيتافيل كدهني به البشره ديالك وكتمسحي بقطن بلا ما تستعملي الماء، كيحيد المكياج وجميع الاوساخ. سيتافيل انا استعملته وعجبني، نتمنى حتى نتوما تجربوه يعجبكم ويفيدكم. كان هذا هو موضوع اليوم، شكرا على المتابعه وبسلامه. المرجو النقر على زر الاشتراك ليصلك جديد القناة.